صباحو صباحو على احلى ناس في الدنيا. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده انا جايه لكم بفيديو كده بسيط خفيف. تمام. يمكن انا بقالي كتير قوي على اليوتيوب، ما عملتش فيديو زي ده خالص. بس انا قررت ان انا اعمله لان في ناس كتير قوي، لان اكتشفت ان ناس كتير قوي في الاسواق وناس كتير قوي ما بتعملش كده. فانا قررت ان انا اعمل معاكم فيديو لتخزين الليمون. على فكره يا جماعه، الليمون بيجيله وقت في السنه، احنا دلوقتي تقريبا بيجي لنا اوقات كتير قوي 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 في السنه. الطماطم بتغلى قوي، الثوم بيغلى قوي، البطاطس، فاهمني؟ فبرضه نفس الفكره بتيجي في الليمون. الليمون بيغلى جدا جدا جدا. يمكن انتوا هتشوفوا في الفيديو ان انا جبت الكيلو ب20 جنيه. بيجيله اوقات بيبقى ب60 وب100 والكلام ده كله. طب انا ايه اللي يخليني اشتري بالسعر ده؟ فاهمني؟ فانا قررت ان انا اعمل فيديو كده خفيف ظريف لطيف، تمام، من فيديوهاتنا الخفيفه. اللي انا بحب اشاركها معاكم واصبح عليكم بيها، بس مش اكتر يعني. وهو طبعا مش فيديو تعليمي. وبرضو يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان احنا بنتعلم من بعض، يعني مش يعني انا عن نفسي بتعلم من امي، وساعات امي بتتعلم مني، وانا ساعات بتعلم من صاحبتي، من جارتي، من مش عارفه ايه. احنا بنتعلم من بعض، مش غلط ومش عيب. اهم حاجه ان احنا نعمل الحاجه الصح، وان هي حاجه لو باظت مننا ما نيأس وما نزعلش. وممكن تكون يعني مثلا هقول لكم على حاجه، مثلا في ناس تقول لك ايه، لا اصلا ما بحبش افرز مثلا الباميه. لا اصلا ما بحبش، دي حريه شخصيه، ممكن انا بحبها انت ما بتحبهاش. انا بحب تفريز الليمون، ممكن انت ما بتحبوش. فكل واحد وعلى حسب هو ما بيحب. انتوا فاهميني؟ طبعا انا مش عايز اطول عليكم الفيديو. اهم حاجه، اهم حاجه مش هوصيكوا تحطوا كده تدوسوا كده اهوت. والله يا جماعه القلب الاحمر ده بيدل على يعني حب الناس. بعرف ان الناس بتحبني او لا، او الكومنتات الحلوه اللي انتوا فعلا فعلا، انا بجد شابوه ليكوا وبحييكوا على الفيديوهات الجميله، على التعليقات، انا اسفه، الجميله اللي انتوا بتدوها لي. انا ببقى يعني في ناس كتير قوي بتيأس من اليوتيوب وبتمشي والكلام ده كله. لا انا بكمل عشان خاطركم انتوا. فاهميني؟ يعني كفايه قوي مثلا الواحد بيبقى مثلا نايم على سريره ولا قاعد ولا بيتفرج على حاجه، لا انا هقوم واصور ليه؟ لان انا هصور ليه؟ لان انا حب الناس، حب الناس ده حلو. فيلا انا مش هطول عليكم الفيديو، يلا نكمل مع بعض ونشوف انا هفرز الليمون ازاي. واللي عنده طريقه تانية بيعملها يكتب لي برضو في الكومنتات. وده بقى حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الليمون الحلو بقى الاصفر الجميل، اللي بصوا عشقي عشقي كده، يا لهوي على الجمال. انا ما بقدرش استغنى عن الليمون يا جماعه. وعشان كده انا بفرزه، لان انا يعني ممكن ناس كتير قوي يجي عليها الشتاء عادي، يعني ما يستخدموش ليمون او يستخدموه في البرد بس. لا انا تقريبا عايشه على الليمون. فول بالليمون، شوربه بالليمون، عدس بالليمون، سلطه بالليمون. فالليمون في حياتي انا بالذات، او في ناس كتير اكيد زيي بتحب الليمون. فاهماني؟ انا فاكرين البسكوت الويفر اللي نزل زمان ابو ليمون ده؟ كنت بجيبه. الجيليتي بليمون او الايس كريم بليمون، كنت بجيبها. فاهمة يعني؟ اي حاجه بليمون انا دايسه فيها. طبعا ماما بتقطع لنا الليمون، طبعا بعد كده تعصره معاكي عصاره عصري، بس هي ماما بتحب تعصر كده. فالمهم احنا بقى عصرناه. تمام. في ناس بقى بتقشره وتعصره وبتاع، ده طبعا بيبقى فيه مرارة ولازم نطلع منه البذر عشان البذر بيعمل مرارة، الكلام ده كله. فاحنا ايه بنعصروه زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا استكفينا بالقدر ده مؤقتا لحد ما نجيب تاني ونعمل. كنت جايباه بكام بقى؟ جبتيه بكام يا بنتي يا ايه؟ اقول لكم انا بقى جبته ب20 جنيه الكيلو. تمام. اللي انتوا شايفينه ده كده كيلو ونص. بكام بقى الكيلو ونص ده يا جماعه؟ 30 جنيه. تمام. ليه؟ ان الربع ب5 جنيه. الله، كيلو ب20 يبقى الربع ب5 جنيه. ده انا بقول ايه حكم والله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. وايه بقى؟ نقاوة نقاوة، ماما منقياه بالواحدة، والله منقيينه بالواحدة. انا ماسكه لها الكيسة وهي تنقي وتحط، هي تنقي وتحط، ما اعرفش، كنت دايما كانت ماسكه لها سلة باسكت تقريبا كده. او هي كانت عايزه تدالي في وشي وقالت بلاش حرام، فحطيتها في الكيسه، مش عارفه يعني قعدت تنقي وتحط في الكيسه وانا ماسكه لها الكيسه. زلتني يا جماعه، زلتني عند الراجل. انا عايزه حقي، ماليش دعوه.
اه ايه عصرنا إيه على قد ما نقدر. تمام، انا مرضتش اطول عليكم الفيديو عشان ايه يعني ايه ما يبقاش طويل. فانا عملت حبه صغنطاطين كده بحيث ان انتوا ايه تشوفوا الفكره، يعني تشوفوا فكرتي ان انا عايزه اعملها. يعني لو في حد بيعمل افكار تانية يقول لي. انا تقريبا هنا عملت فكرتين. في ناس بقى بتحط في حاجات تانية زي قوالب التلج، زي مش عارف ايه. انا كنت والله محضراها بس ايه ما عملتش بيها. تمام، طبعا احنا محتفظين بقشر الليمون ده، احنا مش هنرميه. احنا هنشوفوه بقى ايه في الفيديو اللي بعد اللي جاي. تمام، عشان انا عامله لكم ايه ده، انا عامله لكم ملحمه. انا ملحمه الليمون. تمام، عامله لكم اجزاء كتيره قوي قوي ما اقول لكمش. ايه ده، البوله لحقت تتملي كده، يا سبحانك يا رب، يا سبحان، يا اله الا الله. ايه ده بقدره قادر. عارفين بقى لو انتوا تشتروا بوله زي بتاعتي لا تتملى بسرعه. ياه ماما خلصت. ايه ده، بصوا بقى يا جماعه، هنا معايا علب عارفين مثلا ادويه، علب ده فيتامين، علب مثلا دي بتاعت شويه سكر عادي، اي علب من دي اللي هي محكمه الغلق، وتقوموا قافلينها كويس. خلاص، وابتدت تغسلوها كويس قصدي، وتنشفوها خالص خالص من الميه، وتعبوها زي ما احنا عملنا كده. بس طبعا تسيبوا حبه لان الحاجات دي بتزيد في التلج. بتسيبوا فراغ يعني اقصد. زي ما انتم شايفين كده عبينا الكميه بتاعتنا. انا ما عبيتش كله قدامكم على فكره، وعصرت تاني بعد الفيديو. دي علبة فيتامين سي عادي ان احنا ناخده في البرد ده عادي. برضو بنحتفظ بيها. بتبقى كويس، بنغسلها كويس برضو، تصبنوها وتنشفوها، تسيبوها تنشف خالص، وبعد كده تحطوا فيها ايه عصير الليمون كده عادي يعني. هنا ماما توسط قوي، احنا قللناها شوية. آه، بتطلعوها قبل ما تاكلوا مثلا ب10 دقايق ولا بتاع، بتاخدوا منها نقطتين. حلو قوي لان الليمون بيغلى جدا، بيغلى غلاء فاحش في الشتاء. معرفش ليه يعني. طبعا ممكن بقى تعملوا بيها شربات للحلويات وفي رمضان والحاجات دي كلها، وبسبوسة بقى والكنافة ويا لعبك يا سيدي. انا ايه اللي يخليني انا اروح اشتري انا الربع ب20 و30 جنيه؟ ليه ما انا شارياه حلو اهو الكيلو ب20 جنيه. ده والله في راجل كمان بيدور في الشارع بكيلو ايه الكيلو ب15 جنيه. بس طبعا ده هيبقى على بعضه، وفي اخضر وفي ناشف ومش عارفه ايه وبتاع، فهنجيبه نقاوه حلو ب20 جنيه. فاهميني؟ لان كمان لما بتبقى الليمونه قديمه يا جماعه بتبقى اصلا فيها مراره، فانا هحطها في التلاجة تزود المراره مراره. طبعا يا جماعه لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والكومنت، ماشي؟ اديني بقول لكم اهو، اللايك والكومنت والاشتراك. وانا عارفه اصلا ان انتوا في فيديوهاتي اصلا ما بتعجبكمش ما بلاقيكمش تحطوا لا فيديو، لا لايك ولا كومنت ولا اشتراك. بص ما اعرفش ايه الميزه ماما بترصهم، بس احنا لازم ايه اهم من الشغل ضبط الشغل. ايوه، بصوا احنا بقى بنظبط ايه الحركات بقى. بصوا بقى، اخدنا جزء برضو. دي طريقه تانية يا جماعه انا حبيت اوريها لكم، انا بعملها برضو. بشيل الليمون بعد ما بغسله كويس قوي ونشفه، بشيله بالمنظر ده في قلب اكياس. اعمل كيسه كده مثلا فيها 10 15 ليمونه، وبشيلها وبربطها احطها في الفريزر قبل الاكل او قبل الاستخدام برضو بربع ساعه ولا ب10 دقايق، بقوم مطلعه ليمونه واحده منهم. تمام، للاستخدام يعني. بس وبسيبه هو زي ما هو كده في الفريزر. وده كان الفيديو بتاعي، وزي ما قلت لكم ما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك. باي.